عمرك عضيت لسانك وانت بتاكل رغم انك بتعرف تاكل كويس؟ او انت ماشي في الشارع كده واتكعبلت رغم انك بتعرف تمشي كويس؟ انت ياما اتكعبلت زمان وانت صغير لكن دلوقتي تمام. او عمرك مثلا عملت شغلانه انت عملتها مليون مره في حل مساله او في طبخه معينه وغلطت غلطه ما يغلطهاش واحد مبتدئ؟ الغلط هنا مش معناها انك فاشل، ولكن معناها انك بشر فعادي تغلط. الشطاره بقى هي ازاي تتعامل مع الغلط ده. في مننا اللي بيكبر دماغه وبيعتبرها موضوع عادي ويضحك عليه ويعديها، وفي مننا اللي بيقعد يبرر ان الغلطة اللي عملها دي عشان اللي حواليه هم اللي خلوه يغلط الغلطة دي. وفي بقى الاشطر وهو الشخص اللي بيتعلم من الغلط ده ويقعد كده ويفكر مع نفسه، هو انا ليه وقعت في الغلطة دي اللي اصلا ما كنتش بقع فيها؟ مش يمكن انا اعصابي متوترة شوية ومحتاجة ان انا اقعد مع نفسي عشان اعمل حاجة بحبها، عشان ابتدي اهدى شوية من جوايا؟ مش يمكن انا بدأ يبقى فيا كده الكبر والغرور وبقيت اعمل الحاجة كده وانا حاسس ان انا قادر عليها، وان اللي انا فيه ده مش من عند ربنا، لا ده من شطارتي، عشان كده ربنا اداني الدرس ده عشان افوق لنفسي؟ مش يمكن انا عندي مشكلة وبفكر فيها كتير وفي الحالة دي انا محتاجة اقعد كده مع نفسي واقول ان المشكلة اللي انا فيها دي هي دي من عند ربنا، وربنا عارف ان اقدر عليها، وكل اللي عليا ان ادور بس على حلها وما تنهاش شغلاني وتخليني ابتدي مركزش في الحاجات اللي حواليا. كل ده هعرفه من غلطة بسيطة تكون حصلت في موقف انا مستغربة هو ازاي حصل الغلطة دي وانا عمري ما غلطت غلطة زي كده. من الاخر كده عاوزين بعد كل غلطة نغلطها نقف وقفة مع نفسنا ونفكر هو انا وقعت في الغلطة دي ليه، وساعتها هنعرف ان لسه في فرصة نكون احسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.